طب ما انت لما معاك فلوس، طب بس تاهت ولقيناها. طب ما انت لما معاك فلوس يا ابو جلده ما ترحم اخوك من بيع القصب، ما ترحمه من تنظيف الزعزيع والشوك يجي في ايده كده، ما ترحمه من تنظيف القصب ويقف عشان يكسب ربع جنيه ولا 50 قرش في عود القصب، ولا يكسب 5 جنيهات في لبشة القصب. بذمتك عندك دم؟ بذمتك بتشم على رب صغرك؟ بذمتك انت فيك ريحة الرجولة؟ يا ابو شخة، ده انا لما ابويا مات زمان وكنت انا مخلصه جامعه لسه، كنت انت قد كده في العمر دلوقتي 3 4 مرات، اقسم بالله انت كنت قد 3 مرات 4 كده. ما خليتش حد من اخواتي باع قصب يالا، ما خليتش حد من اخواتي خد الجهاز بتاع امي نزل راح باعه، والله ما خليتش حد نزل ياخد الجهاز بتاع امي والحاجات بتاعت امي يبيعها حته حته عشان يصرف على مراته وولاده. شوف انت بقى يعني شوف انت بقى، ما لما معاك فلوس تصرف على عيلتي سنه، وانت تصرف على عيلتي ليه يا ابو شخه؟ اصرف على اخوك اللي بيبيع القصب، اصرف على اخوك وارحمه من بيع القصب والخروج الصبح الفجر كده وتقطيع القصب وشيله كده على ظهره ويروح يبيعه عشان يكسب ربع جنيه في العود ولا 5 جنيه في اللبشه. ايه رايك بقى؟ اصل احنا برضو مش جايين مولودين في بقنا معلقه دهب، بس فاهمين الراجل من اللي مش راجل، فاهمين اللي بيسد وقت الزنقه من اللي ما بيسدش وبيدور على النسوان عشان يعيش على قفا النسوان، اللي بيعيش على قفا الحرمه. لا وقاعد تقول ايه مفشوخ قوي وتقول ادعوا لنا بقى نودي العيله كلها تحج. بأمارة ايه؟ بأمارة ايه؟ لما كنت بتشحت حق تذكره السفر من سنه كده، الاجازه اللي قبل اللي فاتت، لما كنت هناك في الترانزيت وماشي تقول انا هوريكم التذكره ايه، وبتطلع التذكره توريها للناس وتقول ده ب1000 يورو، كنت بتقول سعرها ليه يا واد؟ عشان الناس تبعت لك حقها؟ يخرب بيتك، فضحتونا وجرستونا. والله ابقى اعرف بس انت بتتكلم مع مين او بتتكلم ازاي، وابقى اقعد عدل، ما تبقاش راسك تحت ورجليك فوق زي زرع بصل كده وانت بتتكلم، وما تتفشخش قوي انت بتقول ده انا مديها فلوس علشان ممكن اصرفها، ممكن تكفي اهلك سنه. ليه بقى؟ لان انت لو مديها فلوس يا جعر يا خروف يا بقرون ما كانتش قالت لك انا عايزه اقابل الناس في السعوديه، خلي الناس بتوع السعوديه يجوا يقابلوني. فهمت يا خروف؟ ما كانتش اتحوجت ولا قالت الكلمه دي. هي راح هو انا لما طلعت انتقدتكم امبارح ولا اول في فيديو الحج، هو انا قلت ايه غير اللي الناس بتقوله؟ قلت انت راحه يا حاجه، كلكم شاهدين دلوقتي وارجعوا للفيديو هتلاقوني بقول ايه. انت راحه يا حاجه، ربنا يكتبها لنا كلنا، وقلت لها تيجي بالسلامه ان شاء الله. قلت لها انت راحه يا حاجه، يعني راحه في رحاب الله ورسوله، راحه بيت الله الحرام، راحه عند رسول الله في رحاب رسول الله، فما بالك بالمخلوق؟ تدوري على المخلوق ليه اذا كنت انت راحه في حضره رسول الله بيت الله ورسول الله؟ انت ما بالك بالمخلوق؟ بتدوري على المخاليق ليه؟ مش ده اللي انا قلته يا جماعه؟ ولا انا قلت حاجه غير كده؟ هما الناس دي اللي بيجي لهم على الجرح بيزعلوا ليه؟ ويعني بيحسوا بالبطحه كده ويحسسوا كده، يحسوا انهم مبطوحين فيطلعوا يتنططوا زي الفشار اللي في الحله. جت خيبه، كانت سيبت سرتك، كانت اتبطت عليك يالا. والله طالع تقول لي انا راجل وتتفشخ قوي وتقول ده انا راجل مين؟